اللهم صل على محمد وآل محمد. شلونكم متابعيني؟ إن شاء الله كلكم بخير وصحة وعافية. اليوم الفيديو حلو، روتين تحفيزي للأمهات. اليوم هو روتيني الليلي. هنا أنا طلعت رحت جبت مسواق، فمثل ما قلت لكم أني عندي شغل بالبيت وعمالة وهوسة، فعايفة كل هاي السوالف كنت أني كلها أسويهم بالبيت، عدا الباسطرمة أجيبها جاهزة، أما الزنقر أما يعني السوالف مال تقلاء أكثر شي أسويهم بالبيت. فهنا أنا ما عندي كل شي، طلعت يعني أسواق، جبت مال يعني كم يوم، جبت زنقر، جبت باسطرمة، وجبت جوردن بلو. فقلت أحطهم بالثلاجة يفيدنا عشوات، يعني شوف شنو أسوي وياهم. فهنا أنا بديت أني أنظف المسواق، اللي أغسله واللي ما أغسله بس أصفطه أضمه بالثلاجة. فطلعت على طريقي، رحت للأسواق ومن هناك سوقت مخضر وإجيت. فدوخة لازم أول ما ترجعين تصفطين كلهن تحطيهم بالثلاجة، ترتبين الثلاجة، يلا تصفطين مسواقك، هاي الأهم. أنا مو تعرفين وعلى إيدش أكيد. فهنا أنا بلشت تصفيط المسواق وترتيبهم، وقلت وراها أبدي بالعشاء وياكم. فأنتو همين شلونكم؟ شخباركم؟ شنو هاي اللايكات الحلوة بالقناة والكلام الحلو من عندكم، ودا تشجعوني أسوي روتين وتحفيزي وفيديو، وإن شاء الله تبقى هاي لمتنا طول العمر أنا وياكم. والله أني مرات ما عندي وقت، ما عندي مجال أصور أصلا فيديو، والله يعني بعدين يعني أقول لازم أني أصور لهم وأنزلهم، وهم منتظرين الفيديوهات مالتي. فيعني شو وقت ما أشوف أني فأصور، مرات ماكو وقت نهائيا. فيعني لازم احنا نخلي وقت إلنا. فأني كنا أمهات بيت ونعرف الله يساعدنا ويقوينا وينطينا حيل ونقدر نوقف على حيلنا ونقوم لأولادنا ولبيتنا ولأزواجنا. فهنا أني قلت خلي أسوي العشاء. فهنا قشرت البوتيتا حضرتها، وعندي هذا الجدر أني أقلي بيه، يعني على مود ما يصير دهن بالطباخ. فقلمت البوتيتا، راح نسوي أنا وياكم لفات مال الزنقر، وراح أسوي وياكم الطريقة اللي هي الصوص لنحطه للزنقر. شنو هنا ثرمت أني ثوم ناعم، وخليت ملح، وراح أخلي عليه زيت الزيتون، تقريبا نقول خاشوقتين أكل، ثوم سنين، رشة ملح، خاشوقتين مايونيز، ووراها نحط لبن يعني همين تقريبا نفس الكمية مال المايونيز وزيت الزيتون. وراها نحط راشي، حطوا 3 خواشيق راشي، راح يعطيها نكهة كلش طيبة. ونخبط المواد كلها ونحطهم على صفحة، راح نمسح بيها الصمونة مال اللفات. هنا أنا ما أحط البوتيتا كلها، وجبة وانتو تعرفون بعد بدون تعلم على مود ما تعجن عندنا. هنا أنا الزنقر أخليه يستوي، يعني شوي يصير أصفر، أقلبه وأرجع أقلبه من جهتين، لأن مرات إذا تعلون النار عليه وتجون تاخذوه تلقوه من جوا ما مستوي. فأنا أقلبه اتجاهين. هنا الصمون مثل ما شفتوا لازم إذا أدز يرجعون ماكلين منها، هاي إحنا كنا متعلمين العراقيين على هذا الشي. وهنا أنا خلاص عشانه وحضرته، وإن شاء الله يعجبكم هذا العشاء وسهمكم العافية. وعشانه بسيط وكلش ململم وعائلي على قد
أني وأولادي وزوجي. ورا ما نكمل العشاء لازم وأكيد نبدي نغسل المواعين. أضوج أبقي مواعين بالسنك لازم أكملهم كلهم وأغسلهم، يعني ما أخلي بالسنك، فأتيهم 8 توقفين تغسليهم وتخلصين ترتاحين. فهنا كملنا وبديت أغسل بيهم. أني يعني بالبيت تدرون ما عندي أحد، عندي بنية بس ملتهية بالدراسة مالتها، فشايلة المسؤولية البيت كله وحدي. أني أقول خلي تكمل دراستها أمشي وتلحق تنظف وتشتغل، فأني أكمل واجبات البيت على كيفي. مثلا أكمل العشاء أغسل المواعين، مرات لا أسخرها بس مو بأي وقت، لأن تدرون هاي الأيام امتحانات رقع عندهم مع الشهر الأول الشهر الثاني، فش نسوي؟ نخليهم بلكي الله يوفقهم ويصير براسهم خير، وإن شاء الله هاي للجميع يا ربي. وما قلت لكم أنا كملت العشاء، فندقت الباب اجوا خطية أهلي أبويا وأمي وأختي اجوا يمنا بالليل، ما ظلوا هواية شوية يعني، قعدنا سولفنا حكينا وراحوا. وأني ما أروح لهم مثل ما سبق نزلت فيديو رحت من ذاك الأسبوع، فبعد ما أقدر أروح ملتزمة بجهالي وبيت ومدارس، فخبصة وكنا عندنا هاي الخبصة، فهم يجون علي على طول بين يوم ويوم، كل ثالث يوم لازم يجون ويشوفوني ويشوفون أولادي ويسألون عليهم، لأن هاي عندي بنتي صغيرة كلش متعلقين بيها، فأبويا يجي من هناك وأمي على مود يجون يشوفوها. إن شاء الله اليوم الفيديو عجبكم وما ضجتوا مني وكان خفيف، وانتظروني في فيديو جديد، ولا تنسوني باللايك والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس، ومع السلامة.